تالت نصيحة، ابعد بعيد خالص عن المغالاة في مسألة الثواب والعقاب مع ابنك. ابنك لما يعمل حاجة ما تقلبش الدنيا وتكسرها ان انت يعني لازم تعاقبه، ولو نجح في حاجة ما تقلبش الدنيا برضه وتكسرها ان هو نجح في الحاجة دي. ما تقعديش كل شوية تقول له ايه الله ينور الله ينور برافو الله ينور برافو الله ينور برافو، لكن خلي كلمة برافو دي بعد 3 أو 4 أو 5 عمليات هو عملهم. طب ليه أنا بقول كده؟ ابن حضرتك لو اتعود على المغالاة في التشجيع، لما ينزل الشارع حضرتك هيبقى محتاج اللي انت بتعمله، والشارع لا يرحم، يفضل يعمل ويشتغل ويشقى الواد مسكين ويدخل شركة ويشتغل في المستقبل ويلاقي ان بياخد فوق دماغه، مفيش حد بيقول له كلمة شكر، لكن دايما تلاقيه وهو قاعد كده يقول لك ايه الله يرحمك ابويا كان يفضل دايما يشجعني على كل صغيره وكبيره، ويندي بالحظ اللي هو شاف زمايله اللي هم بيطلعوا وبينزلوا وبيروحوا وبييجوا ما هو محدش بيقول لهم شكرا ولا حد بيقول لهم كلام، فاللي هيبدا اللي انت هتعوده عليهم من صغره هيحتاجه في الفيوتشر. وخلي بالكم ما تغاليش في الثواب والعقاب، وابنك لو غلط اوعى تعنفه، ولكن خلي العقاب وسطي عشان الواد ما يتعقدش من اليوم اللي شاف فيه والدته الحاجه ام فوزيه اللي ماسكه له الشبشب 24 ساعه.